البلوغ المبكر طبعا بيبقى ليه اسبابه. الاولاد معظم الاحيان بتبقى يعني حاجات عضويه بتبدا من المخ. اثنين، البنات بتبقى غالبا حاجه مش مرضيه وحاجات بنسميها ايديوباثيك اللي هي مجهوله السبب، يعني احنا مش عارفين سببها ايه. البلوغ المبكر انواع، نوع بنسميه مرتبط بالغده النخاميه والمخ والاعضاء التناسليه وده بنسميه سنترال اللي هو مركزي، ونوع تاني بنسميه بريفرال اللي هو غير مركزي ومرتبط بالغده الجار كلويه اللي هي بنسميها الادرينال جلاند والاعضاء التناسليه سواء للولاد او البنات. لا قدر الله لو حد عنده البلوغ المبكر، احيانا في الاطفال بالنسبه للولاد بيكون حاجه في المخ اسمها هامرتوما يعني حاجه مش طبيعيه انها موجوده ملهاش اي تدخل، بس ده بتقول لنا السبب ايه او ليه ده حصل. ساعات بيكون في كيس على المبيض لا قدر الله، فده ممكن يكون سبب افراز الهرمون اللي هو الاستروجين بتاع البنات، او لا قدر الله في مشكله في الغده الجار الكلويه اللي احنا بنسميها الادرينال جلاند، ودي برضه مرتبطه انها بتطلع الهرمونات، والهرمونات دي بتتحول في الاخر للاستروجين او الاستراديول اللي بيعمل بقى الرحم وبيظبط الثدي والعلامات دي كلها.